عالم المعري في الغفران، أو رسالة الغفران بأسلوب عصري للفنان محمود أبو المجد. الجزء الأول: يوم المبعث. من الأبدية حيث ملكوت الله يعظم ويتسع فيفوق مدى كل زمان ومكان، ورحاب البارئ الأعظم حيث تبعث الكائنات من كل جنس ولون لتحاسب عما قد قدمته في حياتها الأولى من خير وشر. من هذا العالم حيث مآل الإنسان بعد رحيله عن دنيا المادة والبشر، أسطر هذه الكلمات وأبعث بها إليك فاقرأها كما هي دون أن تسأل في أي زمان كتبت ولا كيف جاءت إليك، لأنها حقيقة شاسعة لا يدركها العقل المادي للإنسان في حياته البشرية الفانية. أفقت من نوم كثيف ترك آثاره على حواسي فأثقلها وجعلني كالمخدر، وبعد جهد وصبر أبصرت فرأيت شيئا مهولا لم أرى له مثيلا من قبل. وجدت نفسي مطمورا بين كوم هائل من التراب الحاد العطن الرائحة، ومن حولي في كل مكان تتناثر أشياء غريبة لا حصر لها، عظام بشرية جماجم تهتز وتتطاير وسط دوامات عاصفة من الرماد الأسود اللاذع، والسماء قاتمة تحجبها غلالة كثيفة من الأبخرة المجللة بالسواد. صوت كئيب كأنه فحيح ملايين الأفاعي يتردد متقطعا، فتتحرك الأرض على وقعه، تعلو وتهبط، تتلوى وتلتف في دوامات كأنها وحش هائج، ثم تتشقق وتلفظ من باطنها كتلا لا حصر لها من الأشكال العضوية بلون القطران الكالح. إنها أجزاء من هياكل عظمية ما تلبس حتى تتلاحم وتتكون على هيئة البشر، ثم تنتشر فوق كثبان التراب الأسود والأفق على امتداد البصر، يتسنى ويتعرج، يرتفع وينخفض كأنه كائن حي يتمخض في عسر وألم. ومكثت برهة أحاول أن ألتقط أنفاسي وأجد إجابة لما يدور بذهني الكليل من تساؤلات. أين أنا؟ من أكون؟ ما الذي يجري من حولي؟ أسئلة ترددت في رأسي وأنا كالحالم أو المخدر، لكنني لم أجد لها جوابا. ورويدا تجلى كل شيء، وعرفت الحقيقة الرهيبة: إنني حي وأعيش فعلا في هذا العالم الغريب بكل ما أملك من حواس وشعور. فكيف هذا؟ وحانت مني نظرة متأنية، فاكتشفت أن التراب الذي يغمرني يتباعد هو أيضا ليندمج في تلك الأجساد التي تتكون أمام ناظري ثم تتحرك بعد أن تدب فيها الحياة. فصرخت بكل ما أملك من قوة: إنه يوم القيامة، إنه يوم القيامة. لكن لا رد ولا صدى حتى خيل إلي إني فقدت صوتي. وبعد فترة من الوقت زال عني الذهول، فتذكرت لحظاتي الأخيرة في الدنيا. كنت طريح الفراش في داري، يعبث بصدري ألم عظيم يعوق تنفسي ويسد رئتي، والناس من حولي يسيطر عليهم الجزع والخوف ويبكيهم ما أنا فيه من كرب. فجأة عجزت عن التنفس وشعرت كأني أسقط في هاوية مظلمة لا هواء فيها. تشيعني أصوات هائلة من الصراخ والعويل، ثم توقف السقوط وأحسست كأني أتحول إلى جسم أسيري يسبح في عالم ساكن أصم. وعدت إلى أهلي مرة أخرى فإذ بي أحوم فوقهم، لا توقفني جدران ولا أبواب، بينما هم يلتفون حول جسدي الذي انفصلت عنه منذ لحظة، وأصواتهم تعلو بالبكاء والنحيب. لا أحد رآني أو أحس بي، عبثا كنت أناديهم. كان جدارا هائلا من الصمت يفصل بيني وبينهم.
ثم سمعت صوتا عميقا ينادي من اللانهائية: أيتها النفس، ارجعي إلى ربك، ارجعي ارجعي. فأخذت أصعد وأصعد إلى أن صرت في عالم صاف لا يعرف الزمان أو المكان. ولم أكن وحدي في هذا العالم، بل كنا أعدادا لا حصر لها من الأرواح، ذرات من النور تسبح في عالم الصمت المقدس. ولكن كيف عدت إلى قيد الجسد فأصبحت مرة أخرى بشرا مثقلا إلى الأرض كأي عنصر من عناصرها؟ ولماذا أشعر كأني صحوت من نوم ثقيل، وأن ألفة غريزية تربطني بهذا المكان كأنه البيئة التي عشت فيها حياتي السابقة؟ لكن أي نازلة قد لحقته فدرست كل ما كان فيه من معالم وبيوت. متى وكيف اندثر كل هذا فصار هباء منصورا؟ أحقا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت أثقالها، وانتهى العالم الذي عرفته بكل ما كان يحويه من سروح الخير والشر؟ نعم، هو كذلك، لكني لم أتوقع أن يكون على هذه الصورة، كأن لم يمضي على حياتي السابقة سوى لحظات قليلة. لقد انجلى الأمر، إن الزمن قد توقف بالنسبة لي حينما غدرت نفسي جسدها الفاني، لأن الأداة التي يسجل عليها حسابه الذي جرت به الأيام علينا في حياتنا الدنيا. فإذا حل العدم والفناء بأجسادنا انمحى الشعور بالزمن، وانقطع الخيط المادي الذي يربطنا بأيام الدنيا ولياليها المتعاقبة. فجأة توقف عقلي عن التفكير، أصوات هادرة متقطعة تدوي، وتفاعل العناصر وتحولاتها الهائلة يحدث صفيرا وطنينا كأنه النحيب أو العواء. ثم تردد عبر الأفق صوت برق رهيب متقطع سكت له الكائنات حتى انتهى. ثم ما لبست أن تعاظمت حركتها وزادت تفاعلاتها كأنها تلبي النداء في خشوع صاخب. إن نافخ الصور يعزف نوبات ثلاثة كي تبعث الكائنات وتبدأ الإنسانية صفحة جديدة في حياتها الثانية. وتلك هي الأرض، وقد اكتمل مخاضها، تلقى عنها حملها الثقيل الذي تراكم خلال الدهور والحقب المتوالية. هدأ كل شيء فجأة، وساد صمت كثيف موحش، وتحول الرماد الهائل إلى أجساد شاحبة تنتشر فوق أديم الأرض في كل اتجاه. إنه يوم الحشر، وهذه هي الناس تتقارب جموعها لتمضي إلى الحساب والمصير المحتوم. سرت وأنا أترنح كالآخرين، لا يهتم بي أحد ولا أعرف إلى أين. لم يعد هناك رجل أو امرأة، بل أشخاص داكنة اللون تسترها خلقة بارية من قماش الأكفان، أو أشياء غريبة من حلى الدنيا وزينتها تلتصق بها أو تنغرس فيها بصورة مهينة. ولم يمضي وقت طويل حتى عادت إلي حواسي وذاكرتي بصورة لم أألفها من قبل. صرت أتذكر كل شيء مر بي أو فعلته منذ طفولتي المبكرة حتى آخر أيامي. كان عقلي يومد بأي شيء أفكر فيه، الصور والكلمات حتى الروائح والأصوات. أدركت الآن من أنا، وكيف كانت حياتي التي كرستها لكل ما هو تافه وعقيم من متاع الدنيا. وبينما كان الندم يسحقني على ذلك، إذ بمخلوق مهيب الشكل تنبئ هيئته أنه أحد الملائكة يبرز من بين الجموع وينادي باسمي ليسلمني صحيفة صفراء من الجلد كتب عليها كتابة دقيقة الخط ورموز تشير إلى ما فعلت في الدنيا من خير وشر. وقادني ذلك إلى نفسي أراجعها لأعرف مصيري، فاكتشفت أنني كنت أحترف الأدب والشعر، فأكثر من التغزل في النساء وأدمن الخمر، وأنظم الشعر لأمدح الملوك والرؤساء، لأتقرب إليهم طمعا فيما أحصل عليه من زائل النعم أو باطل الجاه. وكانت حصيلتي من ذلك
ذلك كله سراب من الشهوات الخادعة التي أسقمت جسدي وقادتني إلى طريق الهلاك. وألهمني الله سبحانه وتعالى التوبة فأعلنتها على الملأ علانية وعلى يد شهود، طمعا في غفران الله سبحانه وتعالى وصفحه. وكنت عاقد العزم حقا على حياة جديدة صالحة هدفها الخير والتقوى، إلا أن الموت لم يمهلني حتى أحقق ما أريد. لقد كانت توبة صادقة، فهل قبلها الله؟ نعم قبلها، وها هي مدونة في نهاية الصحيفة وعليها صك القبول يضيء بحروف من نور. فاستبشرت خيرا لعاقبتي وأملت في الفوز بالجنة. ضوء النهار لا يأفل أبدا، لكنه ضوء باهت لا ظل له، واستوى ظهر الأرض لكنه متشقق وحار من كثرة ما جرى فوقه من تفاعلات. وأنا مثل غيري أغذي السير في الخلاء اللامتناهي دون أن أعرف لي وجهة أو غاية، حتى لاح في الأفق سور عظيم يحد غابة من الأشجار الباسقة تحجب خلفها نور متلألئ كأنهم بلاد الصباح في يوم مشرق. حدسي ينبئني أنها الجنة، فأخذت أغذي السير نحوها دون كلل حتى بلغتها. وبعد تزاحم وتدافع مع الواقفين حولها اقتربت من أحد الأبواب، فإذا عليه حارس شديد البأس تنطق ملامح وجهه بالصرامة وعدم الاكتراث بما يتجمع حوله من الخلق. فلما صرت في مواجهته زينت لي نفسي الكذوب أن أكرر ما كنت أفعله في الدنيا، فامتدحته بقصيدة من الشعر ألقيها على مسامعه فتلين قنانه ويحقق لي رغبتي في دخول الجنة. ففعلت، لكني وجدته جاف الطبع لا يتأثر بقولي ولا يهتم بي. وظللت على هذا الحال أياما أكرر على سمعه قصائد المديحة التي أنظمها باسمه، لكني كنت كمن يخاطب الصخر. فقاد بي الضيق وصحت بأعلى صوتي: يا رضوان، يا أمين الجبار الأعظم على الفردوس، على ما تتجاهل ندائي وأنا أستغيث بك؟ فقال رضوان: لقد سمعتك تكرر رضوان، لكني لا أفهم قصدك، فمن أي شيء تستغيث؟ فقلت له: يا سيدي، أنا رجل لا أحتمل العطش، وقد طالت أيامي في الموقف، وأريد أن تعجلوا بحسابي، لأن معي سقا بالتوبة التي تمحو كل الذنوب، كما أنني مدحتك بقصائد كثيرة من الشعر. فقاطعني قائلا: شعر؟ ما هذا الذي تسميه شعرا؟ إنني لم أسمع بهذه الكلمة من قبل. فقلت له: الشعر كلام موزون تستسيغه الغريزة ويحرك الإحساس، وكان أهل الدنيا يتقربون به إلى الملوك والرؤساء، فأسمعتك الكثير منه، لعلك تدعني أدخل من هذا الباب، فقد أتعبني طول الانتظار، رغم إني ممن يرجو المغفرة بفضل صك التوبة الذي أحمله. فقال رضوان: هيهات أن أدعك تمر من هذا الباب، كما أنك لن تحاسب بعد عن عملك. فقلت أستعطفه، لكني آملت فيه خيرا بعد أن مدحتك بقصائدي. فنظر إلي نظرة كادت تصعقني وقال باستهزاء: يا هذا، أتأمل في دخول الجنة بغير حساب بفضل إلقائك هذا الكلام على مسامعي؟ بئس ما فكرت. فتركته وأنا أجر أزيال الخيبة لأبحث عن خازن آخر يسهل التفاهم معه. فبلغت خازنا يسمى زفر، وجاهلت جموع الناس حتى وصلت إليه، وأخذت أنشد قصائدي، فلم أترك قافية أو وزنا يصلح أن يطلق على زفر إلا وسمته به، فكان ينظر إلي ولا يتكلم كما فعل رضوان. فقلت له: رحمك الله، كنا في الدنيا نتقرب إلى الرئيس أو الملك ببيتين أو ثلاثة من الشعر فنجد عنده ما نحب، وقد نظمت فيك من القصائد ما لو جمع لكان ديوانا، وكأنك لم تسمع لي كلمة واحدة. فقال زفر: لم أفهم شيئا مما قلته، وأحسب أن الذي كنت تتلو علي من ألحان الشياطين والمردة، وهذا لا يصلح أن تسمعه الملائكة، إنما هو للجان، وعلموه بني آدم لإضلالهم، فما الذي تريده مني؟ فذكرت له ما أريد. فقال: والله لا أقدرك على نفع ولا
لا أقدر لك على نفع ولا أملك لنفسي أي حق في الشفاعة، فمن أي الأمم أنت؟ فقلت له من أمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فقال صدقت، ذلك نبي العرب، ومن تلك الجهة جئتني بالقريض، لأن إبليس اللعين نفسه فيهم لأن إبليس اللعين نفسه فيهم فتعلمه منه كثير من رجالهم ونساءهم، وإني أنصحك بالتوجه إلى نبي أمتك لعله يتشفع لك فيما تريد. فصرت بعيدا عن هذه الأبواب بما عليها من حراس لا يملكون من أمرهم شيئا، بعدما بذلت من جهد وانتظار لا جدوى منه، وإن كان ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أشعل جزوة الأمل في نفسي ودفعني إلى البحث عن غايتي دون كلل. وعدت إلى مواصلة السير بين الجموع الهائمة على وجهها في عالم كئيب يلتهب بقيظ الحر اللافح والملل الذي لا نهاية له. فجأة أشرق العالم بالبهجة وعبق بشذا البخور والعطر، وترددت أصوات رخيمة بتكبير وتسبيح والصلوات على سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أهلت جماعة من الشباب يشع محياهم بالنور والبشر، يتوسطهم فارس شاب جميل الصورة يمتطي صهوة جواد أبيض يخطر به في سرور غامر. فسألت عن كنة هذا الفارس، فإذ به حمزة بن عبد المطلب سيد قريش وعم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الذين حوله هم من استشهد معه من المسلمين في معركة أحد. فاقتربت منهم أتأملهم، فوجدتهم على صورة تختلف عن غيرهم من أهل الموقف، وجوههم مستبشرة وأجسادهم تتألق ببريق الحياة، وخطاهم ثابتة مطمئنة تنطق بما ينعمون به في رحاب الله وكرمه. لكن كيف بعث حمزة على هذه الصورة؟ لا ريب أنه تكريم له بعد هول استشهاده في يوم أحد، حيث استفحل الخطر ودارت الدائرة على المسلمين، فبقى النبي صلى الله عليه وسلم وحده وحوله 10 من المجاهدين. نفدت سهامهم وحاصرهم المشركون من كل جانب، فإذا بحمزة يقبل عليهم ويتصدى للكفار ويقاتلهم وحده حتى ينجو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مأزقهم. لكن وحشيا ذلك العبد الأسود الذي كان يتربص به يتحين الفرصة ويقذفه بالرمح فيقع في أحشائه ويخر سريعا، ويهلل وحشية فرحا بمقتل حمزة ويمضي بعيدا بعد أن حقق مأربه الشرير الذي كلفه به سيده جبير بن مطعم ووعده بحريته ثمنا له. وهذه هند بنت عتبة تنتقم لمقتل أبيها في موقعة بدر على يد حمزة، فتقبل ومعها بعض نساء قريش ويمثلن بقتل المسلمين، فيقطعن آذانهم وأنوفهم ويصنعن منها قلائد وعقود، وتنفرد هي بجثة حمزة فتمثل بها أشنع تمثيل، وتخرج أحشاؤه من بطنه وتقدم كبده بأسنانها. لقد كان استشهاد حمزة والتمثيل بجثته شيئا مهولا اهتز له وجدان المسلمين. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليواري جثمانه لم يتمالك نفسه من الجزع والحزن لما حل به. لقد كان استشهاد حمزة والتمثيل بجثته شيئا مهولا اهتز له وجدان المسلمين. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليواري جثمانه لم يتمالك نفسه من الجزع والحزن لما حل به، ففاضت الدموع من عينه. وبينما كانت هذه الصور تتوارد في مخيلتي لمحت بين أهل الموقف رجلا أسود البشرة لائس الأنفاس جاحظ العينين من فرط التطلع إلى حمزة وصحبه أملا في صفحه وتسامحه، وامرأة منكسة الرأس تلاحق وحشيا في سعيه. إنها هند بنت عتبة خاسئة تعد بنان الندم، وما زالت تلك الآذان والأنف معلقة في رقبتها. لقد مضى حمزة وتوارى جثمانه مع غيره من الشهداء، لكن ذكراه والتمثيل به ظلا دائما في وجدان المسلمين يثيران من الألم والحزن ما يصغر دونه أي قصاص. اقترب موقف حمزة وجماعته، فقلت لنفسي الشعر هنا أنفع منه عند حراس الجنة، لأن حمزة شاعر وإخوته شعراء وكذلك أبوه وجده. فنظمت أبياتا على نهج قصيدة رساء
بهت أحد الشعراء وناديت: يا سيد الشهداء، يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا ابن عبد المطلب. فلما أقبل نحوي بوجهه أنشدته الأبيات والتمست منه التوسط لي عند رسول الله. فقال حمزة: ويحك، أفي هذا المكان تحيسني بالمديح؟ أما سمعت الآية التي تقول: لكل امرئ منهم يومئذ شأنا يغنيه؟ فقلت: بلى سمعتها وسمعت ما بعدها. فقال: إني لا أقدر على ما تطلب، ولكني أبعث معك رسول إلى ابن أخي علي بن أبي طالب ليخاطب النبي صلى الله عليه وسلم في أمرك. ومضيت برفقة رسول حمزة رضي الله عنه حتى وصلت إلى أمير المؤمنين، فسألني: أين صحيفة حسناتك؟ ذهلت حين اكتشفت فقد الصحيفة، فوقفت أمامه أركع، واكتشف علي كرم الله وجهه حقيقة المأزق، فقال وهو يهدئ من روعي: دع الهلع الآن، وتذكر أين تركتها، فهي لا تصلح إلا لك. وتذكرت أنني منذ فترة أصابني التعب، فجلست في ظل بعض الركام أسترد أنفاسي اللاهسة، فإذا بصوت نقاش وحوار يدور بالقرب مني، ورأيت شيخا كان يدرس لنا النحو في الدنيا، وقد التف حوله جماعة من الشعراء أعرف بعضهم، فلما رأوني دعوني إلى مشاركتهم حوارهم وقصائدهم، فشغلت بهم وبحديثهم، فضاعت مني الصحيفة. واستمهلت أمير المؤمنين لحظة، وذهبت إليهم لأبحث عن الصحيفة، فلم أجد أحد هناك، وعدت وأنا بادي الجزع والحزن. لكن الإمام علي أشفق علي وقال: لا تبتئس، هل كانت توبتك على يد شهود؟ فقلت: نعم، وكان شهودي وقتها قاضي حلب ومشايخها. فقال: ما اسم ذلك القاضي؟ فقلت: عبد المنعم بن عبد الكريم، في زمان شبل الدولة. فأمر أحد رجاله بأن ينادي في الموقف: يا عبد المنعم بن عبد الكريم، يا من كنت قاضيا على حلب في زمان شبل الدولة، هل لك علم بتومة علي بن منصور الحلبي الأديب؟ فلم يجيبه أحد، فأصابني ذعر شديد، ثم هجف ثانيا فلم يرد أحد أيضا، فنادى للمرة الثالثة فأجابه شخص يقول: نعم، قد شهدت توبته، وذلك بآخريات أيامه، وحضر توبته عندي مشايخ حلب، وكنت وقتها قاضي حلب وأعمالها، والله المستعان. فعندما نهضت وقد عاد إلى رمقي وعرضت على أمير المؤمنين ملتمسي، فقال: إنك ترجو شيئا يفوق طاقتي، لما لا تنتظر دورك في الحساب مثل غيرك من بني الإنسان؟ ألست تراني منتظرا دوري؟ فتركته وأنا أغر أزيال الخيبة بعدما فقدت صحيفة أعمالي، وأصبحت لا أملك شيئا إلا الصبر على قضاء الله سبحانه وتعالى. ومضيت كسيف البال أسعى باحثا عن مخرج من هذا الضنك والعطش والحر يفعلان بي فعلهما، فلمحت على بعد صحيح متسعا من الأرض سكنت عنده الطبيعة سكونا غريبا، تحوم من فوقه سحبا كثيفة بيضاء اللون، فأخذت أغز السير نحوه، وكلما اقتربت منه رأيت دموع البشر تتقاطر نحوه في اندفاع غريب، ثم تركت مسامعي ضجة عظيمة تتخللها صرخات فزعة تستغيث، وأصوات ركض ومطاردة، وفلول هاربة في كل اتجاه. فسألت أحد الناس عن هذا الذي يجري، فقال: إنه الحوض المورود، منهل الماء العذب، من شرب منه جرعة ذهب عنه العطش إلى الأبد. فنظرت وأنا أحلم بجرعة من الماء القراح تذهب عني الظمأ. كانت جموع البشر تتزاحم كالنمل ثم تتجه إلى مكان الحوض، فيقطع عليها الطريق حراس أشداء، لكن اللهب المتأجج في أحشائها يجعلها لا تتوقف وتحاول الاقتراب عنوة، فينهال عليها الحراس بقضبان من الحديد تتأجج بالنار، فتفر مذعورة وقد احترقت وجوهها وأيديها، ويطاردهم الحراس ليفرقوهم بعيدا، وكلما أدركوا أحدهم زادوه ضربا وإحراقا، فيجري هائجا من فرط الألم وهو
ويدعو بويل والصبور، ويتكرر الأمر فتأتي موجة أخرى من البشر ويفرقها الزبانية كسابقتها، فرأيت ألا أشاركهم هذه المحاولات اليائسة، وجلست فوق كوم عال من التراب أتفرج على ما يجري، فلمحت على الجانب الآخر من مورد الماء جموع تقبل من طريق واضح المعالم فلا يعترضها أحد من الحراس حتى تصل إلى نقطة تتوسط المكان، ثم تقبل على الماء فتنهل منه حتى ترتوي، ثم تعود من حيث جاءت. فنزلت من مكاني مسرعا وذهبت إلى الجهة الأخرى ودسست نفسي بين تلك الجماعات، وكان الحراس ينظموننا في فريقين لا يختلطان، أحدهما ذاهب والآخر عائد. وحين وصلت إلى النبع وجدت الزحام حوله شديد، فجاهدت الناس حتى صرت أزحف فوق رؤوسهم إلى أن وصلت إلى الماء فهلت منه حتى ارتويت، ولم أعد أشعر بعد ذلك بالظمأ وغمرني الصفاء، فعدت للبحث على آل الرسول صلى الله عليه وسلم عسى أن أجد منهم نصيرا وعونا. وبعد جهد شاق وسؤال عنهم لقيتهم في مكان هادئ ترفرف عليه السكينة والاطمئنان، فطفت عليهم محييا ومتوسلا قائلا لهم إني كنت في الدار الآخرة إذا كتبت كتابا ختمته بالصلاة على النبي محمد وعلى آله الأخيار الطيبين، أليست هذه الصلاة حرمة لي ووسيلة إليكم؟ فسألوني ما مطلبك؟ فقال إن مولاتنا فاطمة رضي الله عنها قد دخلت الجنة منذ فترة من الزمن، لكنها تخرج في كل حين مقدار 24 ساعة من أوقات الدنيا الفانية، فتذهب إلى أبيها لتسلم عليه وهو يشهد حكم القضاء في مصير الناس، ثم تعود إلى مستقرها في الجنة، فإذا خرجت كعادتها فتشفع لي عندها كي تطلب من أبيها أن ينظر في حالي، فقالوا إن شاء الله. وحان موعد قدومها، فإذا بصوت جهوري يصيح في الناس غضوا أبصاركم يا أهل الموقف حتى تعبوا فاطمة بنت محمد، فغض الناس من أبصارهم حين أقبلت فاطمة وبصحبتها خديجة بنت خويلد رضي الله عنهما، وكانت تماثلها في الشرف والجلالة، وحولها شباب يمتطون جيادا من نور، هم عبد الله والقاسم وإبراهيم أبناء محمد صلى الله عليه وسلم الذين تركوا الدنيا وهم في سن الظهور. وخف لاستقبالها خلق كثير من صفوة آل أبي طالب ممن لم يذق الخمر أبدا ولا عرف في حياته منكرا، مثل علي بن الحسين وابنيه محمد وزيد وغيرهما من الأبرار الصالحين. فلما رأتهم فاطمة رضي الله عنها أطلت من هودجها وسألتهم عن حالهم، فقالوا نحن بخير وننال ما يناله غيرنا من أهل النعيم، ولا نتسرع الذهاب إلى الجنة قبل ميقاتنا لأننا آمنون مطمئنون. ثم أشاروا إليه وقالوا هذا ولي من أوليائنا صحت توبته ولا ريب أنه من أهل الجنة، وقد توصل إلينا مستعطفا أن يراح من أهوال الموقف ليذهب إلى الجنة، ونحن نرجو أن يشمله عطف منك يحقق له رغبته. فنادت أخاها إبراهيم وقالت له خذ هذا الرجل، وقال لي إبراهيم تعلق بركاني ولا تتركه من يدك. وصارت تلك الخير بالمواكب تتخلل الناس وتنكشف لها الأمم والأجيال، حتى إذا صعب السير على الأرض طار الركب بأكمله وسبح في الجو وأنا متعرق بالركاب ولا أكثر على النظر إلى أسفل. ووصل الركب إلى ساحة سيد البشر محمد بن عبد الله في بقعة فاق جلالها كل وصف، تتوسطها قبة من النور تبهر. ووصل الركب إلى ساحة سيد البشر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في بقعة فاق جلالها كل وصف، تتوسطها قبة من النور تبهر الأبصار، والملائكة من حولها في ثياب بيضاء يتألق محياهم بالبشر والسرور، وتتدلى من أيديهم آنية من الفضة يتناثر منها رذاذ المسك والكافور على وقع تسبيحهم الخاشعة، فيتردد الصدى العذب في المكان ممتزجا بشذا العطر الفواح، وترجل الجميع عن مطاياهم. وصلنا في تلك الرحاب حتى وصلنا إلى مجلسه البهي وهو بين الصحابة الطاهرة والشهداء، فلما مثلنا يده سألت
سأل فاطمة: من هذا الرجل؟ فقالت الزهراء: هذا ولي من أولياءنا، لجأ إلى الأئمة الطاهرين حمزة وعلي ثم عشيرتنا، وقد تقبل الله سبحانه وتعالى توبته وتوسل بنا إليه كي يعفى من أهوال الموقف. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا لن يكون إلا بعد النظر في عمله. وسألني عن صحيفتي، فلما علم بفقدها نادى أحد الملائكة ليسأل عن عملي، فوجده في الديوان الأعظم وقد ختم بالتوبة، فشفع لي كي أدخل الجنة. وانصرفت من حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا لا أصدق ما رأيت وسمعت بأذني. لاحت الجنة من بعد، تزهو بمروجها الخضراء وأشجارها الباسقة وقصورها التي تطاول عنان السماء، تجللها هالة رقيقة من السحب البيضاء. لاحت الجنة من بعد، تزهو بمروجها الخضراء وأشجارها الباسقة وقصورها التي تطاول عنان السماء، تجللها هالة رقيقة من السحب البيضاء، فتغلفها بهالة غامضة من السحر والجمال، وتتهلل نفسي من الفرح. لكن بعضا من حديث صحبتي المباركة يروعني فجأة، إذ قال أحدهم: فلننزل به إلى الصراط في هذه البقعة فهي قريبة من باب الجنة. فرددت عليه بفزع: الصراط؟ لماذا؟ أبعد الشفاعة والمغفرة عوائق أخرى؟ ولم يرد على تساؤلي أحد، كأني أحدث نفسي وأنا معلق بركاب إبراهيم، وهبط في بقعة جرداء خالية إلا من القليل من الناس، تفصلها عن الفردوس هاوية سحيقة لا قرار لها، تطوق سور الجنة وتحول دون الوصول إليها. أما الصراط فقد كان خيطا دقيقا من المعدن اللامع يمتد عبر الهاوية باستقامة حادة تثير الفزع، وكان لزاما علي أن أعبره كي أصل إلى الفردوس. وقفت أتطلع إلى هذا العائق وأنا أرتعد من الخوف، وعلى مقربة وقفت شرذمة من الخلق كانت تتولى عليه، وكلما هم أحدهم بالسير فوقه هوى كقطعة الحجر وتوارى في القاع الرهيب دون صوت ارتطام أو صدى. كانت أطرافي تتشنج وأسناني تستق بصوت عالي وأنا أزحف على أطراف الأربعة كي أستطلع الهاوية، عسى أجد حلا يمكنني من اجتيازها دون اللجوء إلى الصراط. وبينما كنت أقدح ذهني تكشفت لي حقيقة رهيبة لم أدركها من قبل، وهي أن صحبتي الشريفة من أهل الجنة أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم بشفافية روحية تجلو أمام بصيرتهم ما يدور بخلد غيرهم. ويبدو أن شكلي وأنا أزحف كان يشي بما يدور في رأسي، فدفعهم ذلك إلى الضحك والتفكه على حالي. وبين الضحك والمرح قالت فاطمة الزهراء لأحد جواريها: إن صاحبنا يخشى من عبور الصراط، فساعديه فأقبلت علي تأخذ بيدي وتحاول إنهاضي، لكنني رغم ما كنت فيه من بلاء غلبتني طبيعتي الماجنة، فأخذت أتفرس في وجه الجارية الفائق الحسن بشغف شديد، واستمع إلى صوتها الرخيم وهي تناديني باسمي لأنهض، لكني لا أتحرك من موضعي، فتجذبني وتسندني وأنا أتساقط منها عن يمين وشمال. وأخيرا قالت ووجهها يضيء ببسمة ماكرة: ماذا بعد ذلك يا علي بن منصور؟ فقلت لها وأنا أتظاهر بالوهن: إن أردت سلامتي فاحمليني على ظهرك. فقالت: كيف؟ فقلت: هكذا، أطرح يدي فوق كتفيك فتمسكين بهما ثم تحمليني وبطني إلى ظهرك. ونهضت لأريها ذلك، فتشبثت بي ولم تدعني أنزل عنها. لقد نسيت في نشوة عطرها وجسدها الوسير ما نحن مقبلون عليه، وتمنيت لو طال حملها لي، لكن اجتياز الصراط لم يستغرق منها إلا ثواني معدودات. كنت أتنفس فيها عطرها الذي يحمل روائي الجنة، فتخيلت نفسي أطير عبر هذه الأسوار الصامتة فتستقبلني أفتانها وزهورها وطيورها وحرياتها بشوق يماثل شوق العالم إليها. لكن الحلم لم يطل، إذ وجدت الحورية تناديني بصوتها الفريد: لقد عبرت بك الصراط فانزل عني. ونظرت فوجدتها تقف بي على الأرض الجرداء مرة أخرى، فزدت التصاقا بها، لكنها لم تفكر
تفكر في إلقائي عن ظهرها، بل أخذت تتوسل إلي أن أنزل عنها وأنا متشبث بها لا أريم. وظللنا لفترة على هذا الوضع الغريب، لكن ضحكات الجماعة وتعليقاتهم المرحة سقت أذني ونبهتني إلى حقيقة الأمر، فنزلت وتعلق السيدة فاطمة الزهراء على ذلك وهي تضحك: لقد وهبنا لك الجارية فابقها معك لتخدمك في الجنة. ومضى الركب نحو الجنة، وكانوا جميعا فوق مطاياهم من الإبل والخيل، ولم يكن بينهم مترجل سواي. فدعتني الجارية أن أشاركها هودجها، لكن سروري وإحساسي بالفوز بها جعلني أدعوها للسير برفقتي، وكانت المسافة الباقية قليلة، فتركت ناقتها وصارت معي، فتخلفنا عن بقية الركب بمسافة بسيطة. ودق قلبي بشدة من الخوف حين وجدت نفسي مرة أخرى في مواجهة حارس الجنة وينتظرني بابتسامة ساخرة. وبينما كنا نجتاز الباب إذ به يستوقفني ويدعاها هي تمر وحدها، وسألني بطريقته التي أعرفها: هل معك جواز بالدخول إلى الجنة؟ فقلت لا. فقال: وكيف أدعك تمر من باب الجنة بدونه؟ هل هي فوضى أو غوغائية؟ فقلت له: يا سيدي، أنا رجل تائب أكرمه الله سبحانه بغفرانه، وتشفع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتزت الصراط، فكيف تمنعني بعد ذلك كله من دخول الجنة من أجل ورقة لا أعرف من أين أحضرها؟ فقال بلهجة قاطعة: لن أدعك تدخل من هذا الباب إلا به. ووقف في وجهي شامخا متعاليا، ففكرت في حيلة أبعده بها عن الباب، ريثما أتسلل إلى الداخل ثم استغيث بالجماعة التي كنت في صحبتها. فقال بلهجة قاطعة: لن أدعك تدخل من هذا الباب إلا به. ووقف في وجهي شامخا متعاليا، ففكرت في حيلة أبعده بها عن الباب، ريثما أتسلل إلى الداخل ثم أستغيث بالجماعة التي كنت في صحبتها. ونظرت إلى وجهه فوجدت عينه تلمعان بشدة، لأنه عرف ما يجول بذهني، لكني تجاهلت ذلك وقلت بشيء من الخداع: أعطني ورقة من هذا الشجرة حتى أرجع إلى الموقف فآخذ عليها جوازا. فقهقه بسخرية وقال: لا أخرج شيئا من الجنة إلا بإذن العلي الأعلى تبارك وتعالى، ولا أدعك تمر دون جواز. فقلت حانقا: لو كان لأي حاكم في الدنيا خازن مثلك ما وصل أحد إلى درهم من خزائنه. وبينما كنت غارقا في حيرتي تفقدت الجارية فلم أجدها، فهجس لي خاطر أنها ذهبت إلى بقية الجماعة تخبرهم باحتجازي عند باب الجنة. وقد صدق حدسي، إنها وجدت الجماعة كلها مقبلة علي تطمئنني وتكلم الحارس في شأني، فأصابني الفرح بذهول غيبتي عن الوعي، فلم أعرف كيف دخلت الجنة. في الجنة كنت ممدود فوق الخضرة الناعمة، يداعب عيني ما يشبه الحلم أو الوسن، فهبت النسمات العطرة تملأ صدري وخلايا جسدي بالإشراق والبهجة. أصوات أنثوية جميلة تتهامس بالقرب مني، وإحدى الحوريات تخاطب رفيقتها: أما آن لصاحبنا أن يصحو من غفوته؟ فترد عليها: لقد عبرت الصراط وكان ملتصقا بجسدي يأبى النزول عنه. وتنطلق ضحكات ناعمة، ثم تقول الثالثة: إنه جائع وظمآن ومرهق من حول ما رأى في الموقف. وفتحت عيني لأرى فتيات الحور لأول مرة، آيات من الفتنة والجمال. لو قدر لأحد في الفانية أن يراهن ولو في الحلم لقضى حياته كلها مسلوب العقل، زاهد في كل نساء الدنيا. ملأت عيني من حسنهن الآسر وأنا صامت، وأنا صامت لا أجد الكلمات. وأخيرا التففن حولي محاولات إنهاضي، وكدأبي حاولت مداعبتهم بالتسني والارتماء على العشب، فتعالت ضحكاتهن وانصرفن برحى ليأتين بأحمال الطعام والشراب والفاكهة. فأقبلت عليها بشهية قوية، أكل دون أن أشعر بامتلاء أو الشبع. وجلست على محفة جميلة زينت بالأغصان والزهور، وصاروا بي إلى نهر قريب لأغتسل في ماءه، ودلكن جسدي بعطر أبيض أزال كل ما لحقه من آثار المرض
الرغد والهزال، وظللت فترة من الوقت أسبح وألهو في الماء، فإذا بي أتحول إلى شاب ممشوق القوام وسيم الملامح، أكاد أطير من الحيوية والنشاط، وخرجت من النهر وأنا أعجب لما حل بجسدي، لم أعد أرغب في محفة أحمل عليها أو حوريات أتساند عليهن. إنني الآن في ذروة الصحة والعافية، مفعم بالثقة في رضوان الله سبحانه وتعالى.